السلام عليكم. جيت اليوم نعاود لكم واحد القصه اللي طرات لي مع واحد مولات المسمى راه في شكال، وهاد القصه اول مره غادي نعاودها لشي حد، وجيت انا باش انني نعاودها لكم لانكم نتوما راه ما غاديش تعرفوها، وانا ما بغيتش نعاودها لولاد الجيران لان لا عاودت عليهم غادي نوليو في مشاكل كبار، لان هاد السيده ولات الجاره ديالنا ولات مرت الراجل. كنت الاخوان خديت الباك وليت نقرا في لافاك، قريت فيه واحد المده اللي طويله بزاف اللي هي 7 شهور هكا. صافي الاخوان ما عجبنيش لافاك، قلت شنو ندير نسحب الباك ديالي، وقررت بان العام الجاي انني نكمل القرايه ديالي في التكوين المهني، لان في ديك المرحله التكوين المهني كان واحد الحاجه اللي ضروري خص ان بنادم يديرها. المهم ما علينا الاخوان، المهم العام الاول مشى ليا غير هكاك. صافي قلت انني ماشي مشكل العام الجاي انني نقرا في التكوين، وداك الشيء اللي درت. باقي عاقل بان التكوين ما قبلنيش في الاول، وكانوا حاطيني غير في لائحه الانتظار. فاش تقبلت الاخوان فرحت بزاف، وانتم راكم عارفين بان الانسان فاش كيفيق في الصباح الوالده ديالو مره كتوجد الفطور مره لا. انا ديما كنتمشي عند واحد مولات المسمن تناكل عنده. هذيك السيده كنا تنقولوا لها امي فاتحه، كان في العمر ديالها شي 54 هكا، يعني انسانه كبيره، وكان واحد المسمن كانت تتقاد واعر بزاف. حتى لواحد النهار غتجي عندها واحد السيده اخرى غتولي خدامه معاها. امي فاتحه كنت انا ويا زعما على بعضياتنا، يعني كنا في شكال. صافي ختنا في الله، كانت خدامه معاه. مشات دخلات وانا نقول لامي فاتحه راك جبتي الزين اليوم. امي فاتحه بدات تضحك وهي تعيط ليا وهي تقولها ليها. انا قلت ختنا في الله ما غاديش يعجبها الحال ولا غتعصب ولا غدير شي ردات الفعل اللي خايب، ولكن العكس هي قالت لي ربي يخليك، وبقات كتشكر فيا. قالت لي انت راك زوين، وهي تقول لي انت كون راك طيح في الدريات تما في التكوين. وانا نقول لها اش من دريات ولا والو. قلت لها التكوين راه ناشفه القضيه، التكوين عامر غير بصحاب الطابليه الزرقاء، يعني غير السدورات وصحاب الحديد وداك الشيء. هي بدات تضحك. ايوا قالت لي مره جي هنا من العوينات وصافي، ولا نتبع على الخطه ديالها. وليت ديما كنجي انني ناخذ مسمان وناخذ كاس ديال الاتاي، وكل مره كنبقى نزعم عليها. مرات نقول لها كلمه راكي زوينه راكي كدا راجع معاك هاد اللون، وانتم راكم عارفين بان الزعامه كتقرب لك الواحد. صافي ولا ندير في البال ديالي، قلت شوف هاد الدريه هادي خصني ما نزكلهاش، خصني ضروري ندوق ليها الحلوى. وهي طلع عليا الفكره بانني نولي نمشي عندها حتى بغيت تسد المحل، لانني جبت الخبار ديالي بانها ساكنه في واحد الحومه اللي خايبه وبعيده بزاف على المحل اللي تخدم فيه. مشيت واحد المره بالليل، ما قالت لي لا وصلني لا حتى حاجه. ما نكذبش عليك، ما الاخوان طعيا الدم ديال بصح، ويطلع عليه واحد الفكره واعره بزاف. انا وواحد صاحبي كنت غنطبقوه. واحد المره كانت غادا وهو يطلق عليه واحد صاحبي وهو يخلعها بالليل. مشات للدار كتقفقف ديال بصح. الغد اللي جات بقات تعاود العيالات، بقات تعاود الاولاد وكل شيء. صافي وانا نخليتها لوقيته اللي بغى يسدو وانا نمشي باش انني زعما ناكل. تقول لي عافاك الموصلني للدار ديالي، راه ديما تيطلق عليا واحد السيد راه تيخلعني. قلت لها مرحبا. ركبت على الموطور غاديه وانا نقول لها اجي راه يديك. درت لي ديك اللعبه باش انها تعنقني. صافي الاخوان المره الاولى وصلت الدار صافي شكرا. الغد ديال الاخوان عاوتاني جيت للموطور انا موقف. واش نوصلك؟ وهي تقول لي عافاك الموصل راه غدير فيه واحد الخير كبير. صافي الاخوان وانا نقول لها طلعي. المهم طلعات. قلت لها شوفي نضرب واحد الدوره خفيفه كدا نضحكوا مع بعضياتنا. صافي الاخوان هي تقول لي واخا مرحبا. صافي مشينا كندوروا في المدينه كنضحكوا شويه كدا، حنا نمشيو لواحد الخرجه. صافي وانا نوقف في الموطور، وقفت انا وياها بديت نشوف فيها وانا نبوسها كدا. المهم بديت نتقرب منها شويه بشويه. ختنا في الله ويدوب ليا في يدي، وانا نقول لها واش الدار ديالك خاويه؟ قالت لي خاويه. قلت لها يلا نمشيو ليها. الاول بدات عليا بديك القصه، لا راه غيشوف لي شي واحد كدا. قلت لها شوفي ما تخافي ما حتى حاجه، انا راه ما غنجبد لك لا مشاكل لا والو، غير يلا. صافي ديت للدار بقينا كنلعبوا الالعاب البهلوانيه انا وياها، بقينا كنضحكوا. صافي نقول لها انا غادي نمشي. السيده ولات هي شاداني تقول لي عافاك ما باش معايا اليوم. نا في الله كانت عطشانه ديال بصح، وانا اللي جيت رويتها. تخيلوا الاخوان مده عام وانا كنضرب المسمن واساي فابور، وعاد زد عليها الحلوه ديال لاكريم اللي كنت نضرب بالليل. نتوما راكم عارفين الحلوه اللي كنهضر لكم عليها. خوكم في الله كان مبرع ديال بصح. حتى لواحد النهار ويجي واحد السيد ويخطبها اللي هو الجار ديالنا، ولحد الان راها مزوجه كتبقى تلمح ليا باش ان نتلاقى انا وياها ولا شي حاجه، ولكن انا باعا اتمنى. ودي القصه ديالي مع مولات المسمن. ما تنساوش الدراري تشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس، خليو بزاف ديال لي كومونتير، خلي معاك واحد لايك، ان شاء الله نتلاقاو في قصه جديده.